فيديوهات تيهضروا بان غادي تحل ديكريتو بادانتي، غادي تحل ديكريتو فلوسي، غادي اخوان هاد الناس هادو راهم غير تيبقاو يهضروا في الفيديوهات، وبعض الناس الاخوان تيمشوا ضحايا لهاد الهضره. لحد الساعه القانون اللي كاين ديال 27 في شهر 3 هو قانون داز والناس دفعوا وباقي محلول حتى النهار 31 في شهر 12، ولكن واخا محلول الكوطه يعني الحصص عمرات كامله واخا تدفع ما غاداش تخرج لك الا لا كانت شي معجزه. القانون اللي قال لك ترينالي اشنو تتعني؟ ترينالي ما تتعنيش بان هذا القانون راه محلول 3 سنين وفي اي لحظه يحلوا الكوطه وفي اي لحظه يسدوا الكوطه وفي اي لحظه يدخلوا البادانتي وفي اي لحظه. هذه هضره خاويه، الناس راه ما عارفه والو، ما تتقراش مزيان، ما تتفورماش مزيان، غير تتقرا شي عنوان في شي بلاصه تدير فيديو وتيخرجوا على عباد الله تيخلوهم من النصابه يديروا ما بغا. اخوان هذيك الترينالي اش تعني؟ بان هذا القانون اللي خرج نهار 27 في شهر 3 والناس دفعوا الكونطرات غادي يكون كل 3 سنين. هذه هي تتعني الترينالي، ماشي ترينالي راه غيبقى مفتوح 3 سنين، يعني كل 3 سنين غادي يبقى يتفتح هذا القانون. لحد الساعه الديكريتو تيقول هذه الهضره، ولكن قالوا يقدر يكون فيه البادانتي، يقدر يكون فيه الدوميستيكو مستقبلا، ماشي تيهضروا يقدر يكون فيه حتى الناس اللي كاينين هنايا وخرجت لهم كونطرا يصاوبوا، ولكن دابا راه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء، هادشي مجرد هضره. اذا الاخوان اللي تيديروا شي فيديوهات الله يجازيكم بخير حاولوا تاكدوا من المعلومات وتوصلوا للناس معلومات باش ما يكونوش ضحيه ديال الشناقه. انا ما غاديش نتطرق لهاد الناس اللي تيديروا هادشي، ولكن مستقبلا نقدر ندير عليهم فيديو لان هادشي راه كثر والناس اللي تيتنصب عليهم راهم كثار. نتوما تتعاملوا واحد الناس اللي في المغرب باغا تسافر باغا تجي وتتبقى تقول ليه الكوطه خرجت بادوفا غادا فينيسيا طريبه. الله يهديكم، هادشي راه ما خدامش الاخوان. راه الشخص الوحيد اللي مخوليه باش يكونترولي نولا وسطه في الواصله هو داك الباترون اللي مصيفط لك، والباترون اللي مصيفط لك هو اللي عنده الحق وخاصو يمشي يقلب. واش انت دخلنا عليك بالله داير مع واحد السيد واحد قفه ديال الفلوس وهو ناعس الباترون وانت باك تتصدع راسك في اللايفات وتتقلب الكوطه النمره؟ لا، راه هو اللي خاصو يقلب عليك. علاش؟ مادام دفع لك راه باغي الفلوس وانت داير معاه الفلوس اصلا، ونهار تخرج هو غادي يجي يقلب عليك ويقول لك ها الامانه ديالك سير دفع باش تعطيني الامانه ديالي، لانه هو ماشي دافع لك وغادي يمشي ينعس وانت اللي غادي تقلب عليها. علاش؟ لان ديك الكونطرا اللي خرجات ليه وانت ما لقاكش وما قلبش عليك راه غادي يمشي يلوحها، راه ما خدامه حتى شي حاجه. اذا الاخوان ما تسرعوش، ما تكونوش ضحايا لهاد النصاب. بالنسبه للناس اللي عندهم نولا وسطى راه لا فاليديتي ديالها 6 شهور، من بعد 6 شهور تتوفى. ردوا بالكم من هاد النقطه اللي هي نقطه مهمه ومهمه بزاف. اذا في حاله ما الا عندك نولا وسطى وشتي راسك ما شديتيش موعد وقربات تكمل لك 6 شهور، غادي او احسن حاجه غادي تمشي عند شي كاتب عمومي او شي واحد ولا محامي ولا اي واحد، وغادي تكتب واحد الايميل يكون مطردق وتكتب فيه القنصليه مباشره، وغادي تكتبها بالايطاليه، وغادي تكتب ايميل يكون مزيان، وغادي تدخل السيت ديال القنصليه الايطاليه بالدار البيضاء وغادي تصيفط لهم ايميل، ولكن ماشي ايميل عادي، البيك. شنو هو البيك؟ البيك هو بحال تنقولوا روكوماندي، يعني روكومانداتا يعني مضمون. هذاك البيك هما من تيتوصلوا انت تجيك نوتيفيكا بانهم توصلوا. هذاك البيك بانه بحال توصل ببراوسنا عليها بانه توصل بداك الاشعار، يعني قانونيا ما عنده ما يقول ما توصلش. اما ايميل عادي الا ما توصلوش به ولا نكروا بان ما توصلوش به راه ما عندك ما تصور منه. اما البيك راه رسمي بحال صيفطتي لي براق. اذا الاخوان الناس اللي تعطلات عليهم الرانديفو وشافوا الوقت، يكتب واحد البيك يكتب فيه بان توصل بالنولا وسطى من نهار وبان دار محاولات كثيره باش يشد رانديفو، جميع الابواب مسدوده. الشركه جديده ديال في اف اس تتحل فقرات مده قصيره وهو ما تيستطيعش لان تيكون ضغط على السيت، ويحاول فاش تيدخل وتطلع ليه في هذه اللحظه بانه ما كاينش رانديفوات يسكاني يدير سكاني لهذيك الصوره ويخزنها عنده. دوز واحد اليوم ولا 3 ايام عاوتاني يدير محاوله ويسكاني عاوتاني ديك الريزولطا بانه البوستات ما كاينينش. دوز واحد 3 ايام تيدير واحد 5 ولا 6 ديال الحجاج عليهم بانه تيدخل وتيلقى بان السيت مسدود، وهذوك حتى هما يديرهم مع البيك من يصيفطوا القنصليه. هادو كاع مسائل قانونيا غادي يحميوك الا قالوا لك بان النورسطه ديالك فاتت الشهور وما لقيتيش حل.
هذا وهما الا صيفطت لهم البيك راه قانونيا خصهم يجاوبوك باي حاجه. في هذه الحاله ما تصيفط لهم انت البيك وتتقول لهم بان النولا وسطى ديال قريبه تسالي وانا ما استطعش وهالمحاولات اللي تندير خاصهم يجاوبوك. اذا هنا داك الجواب ديالهم غادي يكون بانهم غادي يزيدوك في المده ديال هذيك النولا وسطى، ولا غيكتبوا لك بانهم غادي المهم داك الجواب غتبني عليه نتايا المسائل القانونيه ديالك. ولا باس دير لهم حتى الرقم ديال النولا وسطى ديالك ولا فوتوكوبي في داك البيك اللي غادي تصيفط لهم. يعني هذه نصيحه انا من عندي للاخوان اللي ما استطاعوش ياخذوا مواعيد وقريب يوصل عليهم الوقت، وتنتمنى التوفيق للجميع. واحد مساله قبل ما نسالي هذا الفيديو، انا ما تنقدرش نجاوب على الاسئله كاملين اللي تتوصل بهم، ولكن راه تيكون عندي واحد الوقيت تنجاوب على بعض المكالمات، تنستشر مع الاخوان، تنعطيهم استشارات، ولكن باش نجاوب على جميع الاخوان راه ما غاديش نقدر. وبالاخص الناس اللي تيصيفطوا روسيات ولا تيصيفطوا فوتوكوبي تيقول لك شوف يا خويا هذه الصحيحه، حنا راه ما عندناش سيستيم باش ندخلوا ونشوفوا داكشي الصحيح، ولكن راه تنشوفوا بالعين المجرده من انطلاقا من داكشي تنقدروا نعطوا نصيحه لا اقل ولا اكثر. الاخوان اللي مازال ما مشتركش في القناه لا باس يدعمنا بواحد لايك وباشتراك. الاخوان اللي عندهم انتقادات يخلوها لنا هما في التعاليق، الناس اللي عندهم تساؤلات يخلوهم لنا في التعاليق، وراه اي موضوع تفاعلوا معاه بزاف ديال الناس في التعاليق ولا في الواتساب راه تنحاولوا نديروا عليه فيديو وتنشرحوا الناس. تحياتي لكم والى اللقاء.